السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم هاد الكيكة الرائعة، كيكة بالمشماش. إذا لهاد الوصفة هادي غادي نحتاجو المقادير اللي كتظهر أمامكم، يعني هذا الوقت نيت ديال هاد الفاكهة هادي. كما كتشوفوا أنا عندي 4 ديال البيضات، عندي اللوز مهرمش، عندي الدقيق، 2 خمارات ديال الحلوى، وعندي هنا حبات ديال المشمش، عندي هنا الزبيب مقطع، وعندي هنا دانيت كراميل، وهنا عندي ياغورت، وعندي كاس ديال زيت المائدة، كاس سكر حبيبات، وعندي هنا الكوك او جوز الهند. اذا على بركة الله غادي ندوزو لطريقة التحضير. اذا ناخذ الاناء اللي غنخدمو فيه، وغادي نبدا بالبيض هو الاول. هنا عندي كما قلت 4 ديال البيضات بحجم متوسط كما كتشوفوا، وبحرارة المطبخ. صدقوني هاد الكيكة كتجي رائعة رائعة، كتجي يعني شكلا ومذاقا كتجي زوينة بزاف. ما عليكم إلا تبعوا المقادير وتتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر. إذا غادي نضيف كاس ديال سكر حبيبات أو سكر سنيدة. كما كتشوفوا غادي نطرب البيض مع السنيدة حتى ينسجموا مع بعضياتهم. طريقة راه سهلة وبسيطة وفي المتناول تقريبا ديال الجميع. كنستعمل الطراب اليدوي، ممكن انكم تستعملوا الطراب الكهربائي لتسريع يعني العملية. كنضيف كاس ديال زيت المائدة وكنستمر بالتطراب، يعني كاس مملوء ديال زيت المائدة، وكنطرب مزيان. هانتوما كتشوفوا يعني محدنا حنا كنطربوا والمكونات كينسجموا مع بعضياتهم. هانتوما تقريبا يعني سنيده ما كتبقاش، يعني كتبقى كتذوب مع داك الزيت والبيض. من بعد غادي نضيف الياغورت. ممكن نتوما تختاروا النكهه اللي بغيتو. انا هنا اختاريت نكهه ديال الفاني، انا الصراحه كتواتى مع هاد الوصفات. وعندي هنايا دانيت كراميل، حتى هو الصراحه من بعد ما ضفتو ضاف لهاد الكيكه واحد المذاق اللي هو رائع رائع بزاف. صافي كنطرب مزيان هكا حتى ينسجموا المكونات كاملين. هانتوما كما كتشوفوا يعني كنستمر هكا بالتطراب حتى صافي المكونات كيتداخلوا مع بعضياتهم. صافي هانتوما كما كتشوفوا كنضيف دابا جوز الهند. هنا عندي 2 معالق كبار ديال جوز الهند او الكوك. حتى هو الصراحه كيضيف اللمسه ديالو. صدقوني انا جربت هاد الكيكه وعجبتني بزاف، وقررت انني نشاركها معكم. لما لا، كتجي زوينه بزاف. هنا غادي نضيف الدقيق غادي نبدا نضيف بشويه بشويه تحسبا يعني النوعيه ديال الدقيق، خصوصا في هاد المساله ديال لي كيك. يعني خصنا ما يشمتناش الدقيق، يعني نضيف الدقيق بشويه بشويه. من بعد كنضيف الخمارات ديال الحلوى، يعني كنضيفهم مباشره مع الدقيق. صافي وكنمشي كنطرب الدقيق هكا باش هكا يعني حتى ما كيبقاوش داك الحبيبات. وكنشوف واش نقدر نزيد الدقيق ولا ما نزيدش، يعني حتى نحصل على القوام اللي بغيت. القوام اللي بغيت ديال الكيك هو انه ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف في نفس الوقت، يكون قوام متوسط، يكون مقبول ديال لي كيك. صافي كنطرب هكا. هانتوما كما كتشوفوا يعني دغيا كيختفيو داك الحبيبات ديال الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا يعني القوام ديال الكيك. كنخليه على جنب وكناخذ المول اللي غادي ندخل الفرن، كندهنو بشويه ديال الزبده وكنرشو بالدقيق، وغادي نفرغ فيه واحد الكميه ديال هاد الخليط هذا. صافي وكنحاول نمشيها بحال هكا على المول اللي درت.
نتوما غتختاروا المول اللي بغيتو بطبيعة الحال. وكناخد اللوز مهرمش. آآ الصراحة أنا كنخدم بالكركاع، كيعجبني الكركاع، كنفضّل الكركاع بزاف، ولكن هاد المرّة توفّر عندي اللوز وجرّبت قُلت لما لا، فاش جرّبتو جا زوين، يعني حتى هو عطى واحد اللمسة ديالو. خديت داك المشمش وقطّعت هكا المشمش طريفات صغار، وغادي نديرهم هكا فوق داك اللوز. ها نتوما كيما كتشوفوا، يعني كتجي رائعة، واحد الكيكة اللي كتجي هائلة، وفي نفس الوقت راه فيها يعني أشياء اللي كلها صحية ومفيدة. كناخد الزبيب اللي قطعته حتى هو طريفات، وكنديرو هكا فوق داك المشماش، وكنولي نزيد شوية ديال اللوز من الفوق، ونعاود نزيد عاود شوية ديال المشماش، إن هذه كيكة ديال المشماش يعني هو يعني العنصر الرئيسي في هاد الكيكة هذه. يعني كنكتروا شوية من المشماش. صافي دابا غادي ناخد الكمية اللي بقات ديال الخليط، وغادي نحاول نغطي هذاك الوجه كامل من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا كنغطي داك المكونات يعني تقريبا كاملين هكا. صدقوني هاد الكيكة هادي راه كتجي هائلة هائلة، وغادي تجربوها ان شاء الله وما غاديش تشبعوا منها، كتجي رائعة رائعة بزاف. يعني خصوصا هاد الفاكهة هي فاكهة يعني زوينة بزاف، لذيذة، وفي نفس الوقت يعني مفيدة بزاف، فيها فوائد كتيرة هاد الفاكهة هادي. يعني نستغلوا الظرفية ديال الموسم ديالها. هانتوما كما كتشوفوا كتجي زوينة بزاف. انا غطيت الوجه كامل من الفوق. دابا غادي ندوز وناخد القطع ديال المشمش. هانتوما كما كتشوفوا خديتهم هكا، درت دي طرونش، وغادي نمشي غادي نديرهم على الكيك كامل. يعني غادي ندير هاد المشمش غادي ندورو على المول كامل بهاد الطريقة هادي. هانتوما كما كتشوفوا يعني حتى دورتو على الكيك كامل، وغادي نرجع ناخد داك الزبيب كما كتشوفوا، وغادي نديرو من الفوق هكا. طريقة سهلة وبسيطة، حتى شي حاجة ما فيها معقدة. صافي وكناخد داك اللوز اللي بقى لي وغادي نديرو من الفوق باش يجينا هاد اللوز يعني كروكون ويجي زوين. كنحاول نحمرو واحد شوية وعاد كنهرمشو باش كيجي حتى كيطلق حتى داك البنة ديالو. صافي كنمشي هكا، هانتوما كما كتشوفوا حتى كنعمر لها داك الوجه ديالها كامل. وكنكون انا سخنت الفران من قبل، يعني حتى كيسخن مزيان. وقبل ما ندخل الكيك كنحاول نقص على الفرن، يعني النار خاصها تكون يعني مهيله باش هكا الكيك ديالنا يطيب على خاطرو، ويجي طايب من الداخل ومن برا، يعني ما يتخطفش هذاك الكيك ويجينا معجن من الداخل. اذا كنقص العافيه مهيله بزاف وكنخليها طيب على خاطرها. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، يعني قبل ما تنضج. يعني الصراحه شكلها كيشهي قبل ما تنضج. ندخلها الفرن حتى طيب ونرجع معكم باش نوريكم الشكل ديالها والتزيين ديالها. اذا هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طابت، يعني طابت الكيك ديالنا طاب على خاطرو. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما حتى من بعد ما كنقلبها هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قلبتها. دابا غادي نحاول ندوز باش نزين هاد الكيك ديالها، يعني غادي نحاول نزينوها
باش تجي أكتر شهية، وفي نفس الوقت نزيدوها واحد اللمسة. إذا كنرجع نقلبها على الوجه ديالها كما كتشوفوا. كناخذ واحد شوية ديال العسل وكنخفو بالماء، وكنمشي كنسقي لها الوجه ديالها هكا من الفوق. ممكن أنكم تستعملوا السيرو، ممكن أنكم تستعملوا يعني قهوة سريعة الذوبان مع شوية ديال الماء. يعني الطريقة كتختلف. أنا اختاريت يعني هنا العسل حيت هو اللي متواجد عندي هنايا، ودرت معاه شوية ديال الماء، خففتو شوية ديال الماء، ومشيت كنسقي لها هكا الوجه ديالها بهاد الطريقة هادي كما كتشوفوا. الطريقة راه ساهلة صافي، حتى كنديرها من الجناب يعني من الوسط من كل شيء يعني كامل. وكنمشي كناخد جوز الهند كما كتشوفوا اولا الكوك، وغادي نمشي نزينها بهاد الطريقه هذه. الصراحه انا ما فكرتش في الطريقه يعني يعني ما خططتش للطريقه، ولكن زينتها بطريقه يعني عفويه بهذا الشكل هذا. ولكن صدقوني طلع واحد الشكل ديالها اللي هو رائع رائع. الصراحه عجبني، وكنتمنى حتى نتوما يعجبكم. اذا كنمشي هكا كندير هاد الخطوط هكا بهاد جوز الهند الصراحه اللي حتى هو كيضيف واحد اللمسه ديالو. وحنا كنعرفوا بان جوز الهند راه معروف يعني حتى هو لذيذ وزوين ومفيد في نفس الوقت. صافي كنمشي حتى كندور هاد الدوره كامله بهاد الطريقه هذه، وفي الاخير كنحصل على هاد الشكل هذا. كناخذ المشماش اللي يبقى لي، وكنحاول يعني كنخليه شويه في العسل، كنخليه في العسل واحد شويه، وعاد كنمشي كنزين به هاد الدوره هذه. كنمشي كنحطو بهذا الشكل هكا في هاد الاماكن اللي فارغه. هانتوما كما كتشوفوا صافي. وكناخذ الطريفات اللي كنديرهم دي طرونش صغيورين هكا، ونحاول ندير في الوسط هكا يعني بهذه الطريقه هذه باش نشكل واحد الوريده لداخل في الوسط ديال هاد الكيك هذا. اذا هانتوما كما كتشوفوا تبعوا معايا الطريقه، وخليكم يعني الفيديو تبعوه من الاول حتى الاخير هانتوما باش تشوفوا يعني المراحل كاملين. كنمشي هكا بالطريقه هذه صافي حتى كنحصل على واحد شكل ديال وريضه في الوسط ديالها. الصراحه كتجي زوينه، يعني اي حاجه ضفناها كتضيف واحد اللمسه اللي هي زوينه للوصفات ديالنا. وصراحه نتوما راهم يعني تقدروا تبتكروا يعني ما احسن لما لا. صافي كنمشي هكا حتى نكمل يعني هاد الوسط هذا كامل بهذا الشكل هذا، والدوره كامله كنقادها مزيان. صافي هانتوما هذا هو الشكل كيفاش كنحصل عليه. دابا غادي نمشي ناخذ داك لي سوريز يعني هادو كنديرهم من الفوق. عندي هنا يعني احمر واخضر، وكنمشي كندير الاحمر وحده خضراء وحده حمراء كما كتشوفوا. الصراحه طلعوا هائلين، يعني المنظر ديالهم عجبني بزاف بزاف، وجا منظر كيشهي الصراحه. صافي هانتوما بعد ما درت الدوره كامله، وغادي نمشي لداك الفراغات اللي كاينين في الوسط، وغنمشي نقادهم بحال هكا حتى هما. يعني صراحه اللون الاحمر والاخضر كيتواتاو كيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين وجذاب بصراحه. صافي هانتوما يعني كل ما زدنا لها شي حاجه كيتزاد المنظر ديالها مزيان. صافي في الوسط كنديروا واحد الحبه اللي هي حمراء، والشكل ديالها هو هذا كيجي رائع رائع. هانتوما كما كتشوفوا شكلها كيجي زوين بزاف بزاف.
كنحاول ما أمكن أنني ندير لها الكوك حتى من الجناب، يعني نغلف لها الذرة بشوية ديال الكوك، وكيجي هذا هو الشكل ديالها النهائي، كيجي رائع رائع، والمذاق ديالها راه كيجي أروع، يعني مع الطعم ديال المشماش، هذاك لوغو ديال المشماش كيجي رائع رائع بزاف. كنتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا الخبار، يعني وفي نفس الوقت أنها تعجبكم. يعني ها نتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها النهائي. الكيك ديالنا ديال اليوم هو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجب حتى وليداتكم. هانتوما كما كتشوفوا يعني شكلها يا سلام. اذا كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بلايك، واللي كيزور اول مره القناه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. شكرا على حسن تتبعكم وعلى الدعم ديالكم، والى وصفه اخرى بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.